الحبايب ديالي، لاباس عليكم بخير؟ احوال طيبه؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. عواشركم مبروكه، الله يدخل عليكم هذا الشهر بالصحه والهنا وبطولة العمر، وتقبل منا ربي الصلاه والصيام والقيام ديالنا. ومهم هذا النهار بغيت نشارك معكم. انا كنت وجدت الحشو ديال البريوات ديال الدجاج بالخضره، صراحه كيجيو روعه. وكنضيف لهم الخضره يعني بهذه الطريقه هذه، ما كتنطابش الخضره وفي نفس الوقت كيجيو يعني مزيونين. بالنسبه للمقادير شنو عملت انا شبرت واحد 3 ديال الزدوره ديال الدجاج. المهم عملت لهم بصله والربيع. المهم غسلته مزيان ورقته في الحامض والملحه، ومن بعد غسلته حتى تقطر، ومن بعد عملت له الشرموله. شنو هي؟ عملت البصيله قطعتها هيدايا على الطول، وعملت الربيع، وعملت واحد الرياز ديال الثومه. وبالنسبه للتوابل عملت شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكنجبر، وشويه ديال العطريه ديال الدجاج، شويه ديال السمن وزيت زيتون. مهم وعرقته مزيان. من بعد شديت عليهم، من بعد ما طابوا حيد داك الدجاج وخليت ديك البصيله حتى شربت المريقه شويه. ومن بعد جبت واحد 5 ديال البيضات، خدمتهم خفقتهم يعني مزيان. وديك الساعه بديت كنضيفهم من ديك البصيله وانا كنحرك باش ما يعملوش يعني ما يطيبوش، يبقاو هكذاك بحال الشكل ديال الخيوط. من بعد شنو عملت ديك الساعه؟ جبت الخضره، كان عندي القريعه خضراء والجعده يعني خزو. حكيتهم، المهم غسلتهم ونجرتهم وحكيتهم بالحكاكه رقيقه. ديك الساعه شحرتهم بشويه د مليحه وشويه د الابزار شويه زيت زيتون، وشحرتهم مزيان حتى نشفوا من الماء. وضفتهم من ديك البصيله وديك البيض اللي عملت باش كيتشربوا ديك الاقامه صافي. ومهم عملتهم تقطروا. الدجاج كان عندي محيد، ملي كيبرد كنفتتو باش كيجي بهذا الشكل هذا. ومن بعد جبت واحد هذا الحامضه مخلعه، قطعتها ستيت وستوا. داك الحامض كيعطي واحد المذاق الصراحه كيجي بنين. المهم هذه هي المقادير الحشوه اللي عملت، وكيبقى الكميه على حساب المتوفر. صافي دابا غادي ندوز على بركه الله وغادي نشكلهم بريوات. غادي نشارك معكم عاو غادي نعمل قنينطه ديال الحوت. صراحه كيجيو روعه وكيجيو بنينين. المهم انا خدمت الحشو، غادي نقول لكم مقادير. بالنسبه للمقادير، الكميه اللي متوفره عندكم ديال الكامبا والميرنا والكراميل، المهم اي انواع الحوت ابيض اللي عندكم متوفر. اول حاجه كنجيبوا الشرموله، كنعملوا الثومه والربيع القصبر والمعدنوس، وكنعملوا شويه ديال الكمون، شويه ديال تحميره حمراء، وشويه ديال الابزار، شويه ديال السكنجبر، شويه ديال القصبر حبوب، وكنعصروا الحامض. هذه هي الشرموله اللي غادي نشرملوا بها هذا الشيء. وعندي شنو اسمه هذا الشامبينيون، كنعملوه في واحد المقيله، كنعملوا عليها شويه ديال المليحه، شويه زيت الزيتون، شويه ديال الابزار، وواحد معلقه صغيره ديال هاد الشرموله كنزيدوها على الشامبينيون. كنخليوها تقريبا 7 دقائق وحنا مع التحريك حتى كينضج. ومن بعد شنو كنعملوا؟ كنجيبوا واحد مقيله اخرى كنعملوا فيها هذا، كنعملوا فيها معلقه ديال الشرموله. ديك الشرموله اللي حضرنا كنعملوا فيها معلقه ديال الشرموله، وكنعملوا هذا كروفيت ولا الجامبا. المهم كنشحروها مزيان، ماشي غير واحد المده قصيره حيت باش ما تقصحش، باش كتبقى فتيه صافي. ومن بعد عاود كنجيبوا المقيله، نفس المقيله، المهم كنحيدوا كنعملوا داكشي في الطبيصل، عاود كنعملوا واحد معلقه الشرموله، كنعملوا عليها داك الكراميل اللي كيكون عندنا مقطع طريفات. هو ما كيطلبش الوقت بزاف باش ما كيقصحش. ديك الساعه كنعملوا داك الكراميل وعاود كنشحروه في ديك الشرموله وكنحيدوه. ومن بعد كنجيبوا الميرلا ولا اي نوع من الحوت ابيض كنشرملوه وكنعملوه في شي صينيه كيكون عندنا الفران مسخن، كندخلوه للفران. المهم حتى كيتجمع صافي ما يطيبش بزاف. ديك الساعه نخرجوه. وعندي هنايا الشعريه ديال هذا الصينيه ديال الروز، كنعملوا واحد كاسرونه كنعملوا فيها شويه الماء. ديك الساعه كنعملوا فيها الشعريه وشويه المليحه، كنخليوها تقريبا المهم 5 دقائق هكذا صافي وكنصفيوها. صافي هادو هما المكونات اللي عندنا. من بعد شنو كنعملوا؟ كنخلطوا هادشي كامل مع بعضياتو. وعملت حاجه اخرى، عملت حتى الحامض مصير. انا الحامض مصير كندخلو في كل شيء، الصراحه كيعطي واحد المذاق مزيون وما كيخليش الحاجه تجهم. المهم هادو هما المكونات اللي غادي نحضر بهم
القنينطات ديال الحوت. وواحد الاضافه اخرى، بالامكان ديالكم الا بغيتوا حتى هاد الحشوه هاديه انكم تدخلوا فيها ديك الخضره جعيده والقريعه خضراء مشحرين، يعني الصراحه كيعطيو واحد المذاق مزيون. وبالنسبه للوليدات يعني ما كيذوقوش ديك الخضره، وهذه هي فرصه اننا ندخلوا لهم الخضره مع هاد الحشوات هادو. ايوا المهم انا دابا غادي خليتها تبرد، دابا غندوز نعمر القرينطات. سوري.